السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، نتكلم اليوم في أمر جلل، أمر مهم جدا يهم كل مسلم ومسلمة على وجه هذه الأرض منذ أن نشأ الإسلام من أيام سيدنا آدم حتى قيام الساعة، هو الاستهزاء بدين ربنا سبحانه وتعالى. أمر غريب وعجيب. لو حد دلوقتي أي إنسان دلوقتي زي ما حصل إن الرسوم اللي حصلت في الدنمارك، واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم، إن الناس كلها تقوم وتنتفض ويحصل حاجات كتيرة جدا، وناس تقوم لها بدأوا يلعبوا لعبة خبيثة وغريبة وعجيبة، إن هم يضربوا عقيدة الإسلام والمسلمين، عقيدتنا، بأسلوب جميل جدا غريب خالص. إن أنا أجي في مقطع صغير أقول لك نكتة أو حتة في فيلم أو مسلسل أو مسرحية ويسب الله ورسوله ويستهزأ بالدين والناس تضحك. ازاي الكلام ده؟ هل بيصل في الفن انه يسب الله ورسوله والناس تضحك عنه كوميديا؟ ده موجود. احنا عايزين نقول للناس بس بعض الامور، مش عايزين انا مش بصدد ان انا اسحب احكام على الناس اللي سبت واستهزأت عشان ما اقولكش لا دول تكفيريين وجهاديين وغير كده. كل اللي احنا عايزين نقوله ان يا اخوانا الحاجه دي غلط، الامر ده خطأ، مش عايزين حد يجي يحاول. وعايزين نشوف بس اللي هي نشأة الفن المصري. نشأة الفن المصري في غرابة كتيرة جدا. اللي أنشأوا يهود ونصارى وطول ما أنت ماشي كده هتلاقيهم هم اللي بيحركوا الفن، والمسلمين اللي فيه إن لم يكونوا ماسونيين ما هم إلا أحجار على رقعة الشطرنج. أحجار على رقعة الشطرنج. طيب احنا قلنا برضو إن احنا مش عايزين، احنا بنصرد إن احنا بنسحب أحكام. يسب الله ورسوله ليل نهار ولا أحد يقول هذا حرام، هذا خطأ، هذا عيب، وهذا وهذا وهذا. وبيجدوا من يروجون هذا. والناس قدوتها الفنانين، والناس قدوتها الناس اللي هم أصحاب المسخرة وقلة الأدب والسفالة، ويسب الله والناس تضحك. إزاي الكلام ده؟ الأول احنا عايزين نقول إن هم طبعا البداية كانت شديدة جدا، هجمة صليبية صهيونية موجودة في الفن من بداية بقى من قديم الزمان، من ايام بقتاد عرفي من المنازل ده نزل مصر في 26 وخرج في 32، وكان نازل عشان يجيب يخلي يوسف بيك وهبي يبقى يعمل دور النبي صلى الله عليه وسلم، يمثل دور النبي. حتى يوسف وهبي ما رضيش مع انه ماسوني. هتلاقي بعد كده اصلا هتلاقي توجي مزراحي وغيره وليلى مراد ومنير مراد وغيره، وده كان يهود يقولوا ان احنا اسلامنا يعني، وان كان عليهم علامات استفهام، او تلاقي علامات استفهام اخرى على ناس كتير. نجيب الريحاني اصلا صليب ومات صليب وغيره. طول ما انت ماشي كده هتلاقي ليليان برضو موجوده، هتلاقي كاميليا، هتلاقي ده كله موجود. نصارى موجودين بينخروا في الاسلام. الياس المؤدب اللي هو طلع بدور الشامي اصلا على طول. احنا هنيجي نقول هنطرح لحضراتكم الكلام ده، وبنقول يا اخوانا ما تجوش جنبه، لان الناس بتقلده. قدوه الناس الفنانين، الناس بتقول دلوقتي دول قدوتنا ودول افضل ناس عندنا. طيب احنا هنقول لكم الناس بتعمل ايه يا اخوانا؟ وان اردت ان يشار اليك بالبنان فاكتب ضد الاسلام، وانت تشتهر تبقى ممثل كبير عظيم. طيب احنا هنعرض على حضراتكم بعض الامور الموجوده في الفن واحكم. تعالى بص يا سيدي، هتلاقي لفظ عباده، لفظ استهزاء بربنا والنبي واضح بين لا محاله. وبعد كده تيجي تقول لك والله احنا احنا بنمثل، او زي الافلام والمسلسلات الدينيه الناس بتقلدها. الحاجات دي مش مكتوبه هباء منثوره، موجوده بتخطيط ماسوني صهيوني صليبي، موجود قديم معروف. ما بيتكتبش كده يا منطق. طب تعالى بقى معايا بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هنيجي نشوف بقى الافلام والممثلين محبوبين جدا جدا بيقولوا ايه على ربنا والنبي. لو احنا جينا نص كمثال فيلم شارع الحب، هتلاقي عبد السلام النابلسي اللي جاي عشان يتعلم في الازهر هنا في مصر، جاي بيقول كمثال فيلم شارع الحب، لما بيقول ابسطها يا باسط وتدلق وتصب عليه الملوخيه انها صدق من فوق، فقالوا بس ما تبسطهاش اكتر من كده. والناس بتضحك عادي. في فيلم معبودة الجماهير، شوف الاسم عليه علامه استفهام، معبودة الجماهير. السيدة شادية، وان طبعا انا هجيب بعض اسامي الناس اللي هي تابوا كده، بس طبعا مش للتشهير ولا غير ذلك، التوبه تشوب ما قبلها.
ولكن توضيح للناس ان هي ما تقولش الالفاظ الايه الخطا دي. السيده شاديه وكان مع عبد الحليم حافظ كانت بتقول له ايه؟ بتقول لهم انا سهير معبود الجماهير، كان طلع باسم سهير. عبد الحليم حافظ بيقول لها اللي بيني وبينك مش حب، ده عباده، لفظ عباده لا يطلق الا لله سبحانه وتعالى. ينطقه عبد الحليم حافظ، طبعا عبد الحليم حافظ تاريخه موجود لما كان بيهرب من الكتاب وهو عيل صغير من الكتاب، والمره اللي جابته وهو هربان وديته لعمه وقالت له اول حاجه احنا محتاجينها فيك يا لعم عبد الحليم ما يروحش الكتاب، يعني تاريخه من بدايه معروف. وقدر من احمق الخطط، وهتخش بعد كده جئت لا اعلم من اين اتيت ومش عارف هو جاي منين ورايح فين، العمليه سايبه معاه. هنجيبه تاني في فيلم انا وزوجتي والسكرتير، احمد رمزي مع ايه؟ زبده الثروت، بتقول له قلبي سالته عليك قال لي هواه واعبده، ادي العباده. احمد رمزي بن حميد بيتكلم هند رستم بيقول ويمكن اعبدك، رب العباده. ولد جاي سالني في مره بيقول لي يا شيخ انا هسالك سؤال، خطيبتي بتقول لي اللي انا بحبها جدا والحب بقى والغرام وكده، بتقول لي ده انا بعبدك. قلت له يا ابني قال طب هي قالت الكلام ده منين؟ قال لي من الفن والفنانين التلفزيون خلى الشباب يجي على بعض. طبعا مش بتكلم على الفساد وغيره، ده لو اتكلمت على الفساد اقسم بالله العظيم لاجهزن مجلدات العمر. يعني اديك مثل بسيط جدا على الدعاره وقله الادب والسفاله. تقول لي احدى الممثلات في احد في مذكراتها بتقول ان اكبر فرج دخل في فرجي هو فرج الملك فلان الفلاني، وذكر اسم مذكراتها حتى كاد يمزق احشاء. هذا هم دول قدوتكم يا بتوع الشعب، دول قدوتكم يا شعب مصر. الناس اللي هتسب في ربنا تعالى انا هوريكم الناس دي بتقول ايه على ربنا والنبي عشان تحبوهم وتقولوا الناس دول كده. وما يجيبش حاجه من عندي. واتحدى اي انسان في العالم كله ان يثبت ان اي كلمه قلتها هنا خطا او فيها تدليس، لان انا كاتبها بنفسي بفضل الله تعالى. لما تيجي في فيلم كمثال زي الرابعه العدويه ويقول لك تصوير الملائكه وهم نساء، بتزف طبعا السيده نبيله عبيد، تمام، اللي هي بقى الرابعه العدويه. طيب هتيجي في مسرحيه سكه السلام وهو سبب انطلاق في 78 وانا طفل صغير قاعد، انا عندي حوالي 5 سنين، فلقيت جزء من المسرحيه كده شغال وفجاه توفيق الدين قال الجمله دي. بقيت اترعش وانا صغير، في ايه بيحصل فيك يا مصر؟ ابويا والناس كله مالك ايه اللي مزعلك كده؟ قلت لهم يا اخوانا قال جمله خطيره، انا مش عارف اقول 5 سنين مش عارف حاجه، بس انا حاسس بفطرتي ان في خطا موجود، ايه هو مش عارف. بيقول لي بقى يا رب انا كده ما يغركش منظري، ربنا هيغره منظر توفيق الدين وهو مرمي في الصحراء في قصه المصريه. ما هو طبعا الموجود فيها طبعا هتلاقي سناح ايوب وفؤاد شفيق وغيره كده وعاملين طيب. في نور الدين والبحاره الثلاثه الاستاذ علي كسار بيقول لك انا بعبدك عباده، هذا لفظ العباده. طيب هنيجي بقى ونقوم في فيلم السكريه. في بدايه الفيلم واحد بيعرض الفيلم كده اصلا في الجزء الثالث بتاع طبعا نجيب محفوظ او بيقول عليه محفوظ يعني، بيقول الذي احبها لدرجه العباده. طب تعالوا في الكيلو 99 هتلاقي السيده مريم منيب اللي كانت مسيحيه واسلامت زي ما بيقولوا، بتقول له ايه بقى؟ بيقول لها والله دول اسرى، الانجليز دول اسرى وعايزين نعاملهم بالحسنى، الاسلام بيامرنا بالحسنى، قالت له لا حسنى ولا ذنوبه، والناس تضحك عادي. تعالى بقى للسيده بوسي طبعا جوزها نور الشريف ولسه عايشين لغايه دلوقتي. بيقولوا كلام الناس دي مش عارف بتتجرأ على ربنا ازاي. بتقول لفظ يستحي ابليس والشيطان ان يقول. الراجل بيقول لها في الفيلم والله يعني ما تزعليش نفسك وبتاع وربنا هيكرمه كده، معنى كلامه يعني. فقالت له جمله والله يعني الواحد يخشى على نفسه ان ينطقها، ولكن ناقل الكفر ليس بجد. بتقول ايه بقى؟ الظاهر ان ربنا مش واخد باله منه. الظاهر ان ربنا مش واخد باله من بوسي في الفيلم. اهو تعالى. طبعا هتلاقي عادل امام وشمس البارودي في الفيلم بتاعهم اصلا لما كان بتاع عادل ادم وكده. بتقول له ايه؟ بتقول له شوف بقى الاستهزاء بالملائكه بقى. عادل امام كله طبعا كل افلامه على كده. كل افلامه على كده. وممكن فيلم خصوصا ممنوع في ليله الدخل. وعشان تبقى بطل وتبقى كوميديان كبير والكلام ده كله هتلاقي الفيلم من اوله لاخره تلاقي استهزاء بالدين وربنا والنبي والصحابه وغير ذلك وشعار الاسلام كلها. انا مش عارف الناس دي لها قلوب غير قلوبنا او قلوب يعني ام على قلوبها اقفال والله. تعالى معايا. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لها انا يعني كنت قاعد مع زرير على القهوه، يعني هو قاعد مع ملك الموت على القهوه، فعشان في بيقول لعادل ادم بيقول لها يعني ارجوني والكلام ده كله، بتقول له اتوسل اليك. سيدة شمس البرضه على دماغنا من فوق تابت الى الله، ولكن احنا بنقول للناس يا اخوانا ما تنقلوش هذه الكلمات لان قدوتكم من الفنانين نفسهم قالوا ان ده غلط ومش عايزينه. تعال. في 30 يوم في السجن طبعا فريد شوقي ده له معنى مرحله كبيره جدا، طريق الفردوسي وغيره. 30 يوم في السجن بيقول لك ايه بقى؟ طبعا غير كلمه لا حول لا حول الله يا رب. فريد شوقي يقول لك يا عدوي الاستعانه اهي. هند رستم كانت بتقول في احد افلامها انا بعبدك. طيب سهير الباروني بتقول اصحى بقى انت لسه بتاكلي رز مع الملائكه. تاكل رز مع الملائكه بتاكل دلوقتي عند سهير الباروني.
طبعا في شاهد ما شافش حاجه، طبعا عادل امام كان بيقول لك كلنا هنرقص يوم القيامه، او عبد الايه الشفنكرير وغيره يعني. اسماعيل ياسين في الجيش كان بيقول لك عبد الغني النجدي طبعا بيقول لك يا ام هاشم ادي الاستعانه. طبعا الفرسان الثلاثه اسماعيل ياسين كان بيقول لك لا حول الله يا رب، وبحبوح افندي برضه اسماعيل ياسين يقول لا حول الله يا رب لا حول الله يا رب. وحتى بيقول لك ايه بقى اسماعيل ياسين بيقول لك نبينا الله يرحمه، وهو ده اللي قاله برضه محمد علي بعد كده الله يرحمك يا بروسلي وخد السن العظيم، هينزل الرحمه على بروسلي اللي هو كافر. والناس تيجي تقول لك ايه ده مره واحد بيلعب بيحب كونغ فو جدا بيقول لك والله انا بحب بروسلي جدا، فاخ قال له يا ابني ده يحشر معه مع من احبه وكده، وده ممكن يموت وكده، ما تموت معاه وتدخل تحشر معاه في الجنه. قال له ازاي احنا مش عارفين مات على ايه؟ قال له يا ابني راجل معروف ان هو راجل كافر ابن كلب، انت عايز ايه يعني عشان ما انت بتحبه؟ بيستشهد بقى ان الله يرحمك يا بروسلي والله يرحمك يا ايه. طب ماشي. في بيت الاشباح طبعا الاثري طبعا اليوم دول كلهم نجوم كبار، بيقول يا ام هاشم. كذلك برضه في بنات شربات كان الاستاذ اسماعيل ياسين طبعا بيقول لك يا آل بيت الله يا سيد يا بدوي اللي هو اليهودي، احمد البدوي اللي هو اليهودي اللي هو من المغرب يا سيد يا بدوي. طب ماشي. كذلك برضه في النص الشريف كان بيقول لك ايه يا ارض حروسي ما عليك، انا مش عارف الارض تحرس اللي عليها ازاي. وفي سلام يا صاحبي كان سعيد طرابيك بيقول لك ايه والله انا عبد المامون. طبعا في مسرحيه انا وهو وهي لما كانت شكار بتغني فؤاد المهندس بيقول لها صوتها حلو وبتغرد مع الملائكه، مش زي الملائكه يقول لك تشبيه ومش تشبيه ويخرجون، لا بجيب كلام زواق صريح مع الملائكه. وبرده كانوا بيقولوا بقى ايه احد الكبارات كان بيقول لك اسم النبي حرسك وصينك ويا ارض احفظي ما عليك. دي الالفاظ الدائره الموجوده بين الناس دلوقتي. داخل في مره هنا مع اخ كده كنا في الاخ انا عايز احول على محل سمك، فلقيت بنتي داخله ومعاها امها، فبتقول لهم ايه بقى؟ والله انت مش هتقبض على جنه ولا على نار ولا على جنه الحيوانات. والناس ضحكت عادي جدا وخدت. قلت لها خدي تعالى يا بنت، تعالى يا روح امك تعالى، شملوله كده وبره. انت جبت الكلام ده منين؟ قالت لي ده انا شفت في الفيلم بتاع اللي هو عبود على الحدود لما احمد حلمي نجم الكوميديا اسمه عبود اللي هو علاء ولي الدين والثالث اللي معاهم خلاص عادي مفيش مشكله كل واحد قال جمله وده كلمه هتولد على جمله الحيوانات. ماشي نهايه الفن القديم ده الجديد ده موال تاني، خلينا في القديم قوي. تعالى بقى معايا في صلاح الدين. طبعا مش هقول لك على فيلم صلاح الدين والتدليس اللي عمله يوسف شاهين الصليب من عباد الصليب والذي فعل هذا الفيلم. شوف بقى والتزوير التاريخي ولما قعد يقول لك والله ده اسمه ده راجل مسيحي اللي هو عيسى العوام والهجس اللي عملوه ده كله، هو راجل مسلم اصلا بس انت يهجص. بيقول لك ايه بقى؟ حمد غيص والناس كانت تقلد الكلام ده جدا. تعبث بقبر الرب، بقبر الرب يعني ربنا حطوه في التربه عند يوم وجاي، ما هو طلع بقى بدور صليبي. تعبث بقبر ابن الرب. باعه الامبراطور الوثني القديم الذي دفع بعض اتباع المسيح فباعوا جسد المسيح يسوع. صراحة الفقار بيقول شعارنا الدين لله والوطن لله، احنا عندنا الدين لله والوطن لله برضه، بس هو الشعار موجود والناس موجوده تمام. وبقى طبعا ايه احمد مظهر جه راح داخل بقى على عيسى العوام الراجل المسيحي وقال كل عام وانتم بخير، هل هنأتم اخاكم عيسى؟ اجيب لفظه بقى هنأتم اخاكم عيسى واخوانكم المسيحيين بعيد الميلاد المسيد المسيح كل عام وانتم بخير. ادي صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين الايوبي جايبينه كده تمام. طب نقول ايه تاني بقى؟ نيجي تاني في احد الافلام بيقول لك ايه بقى؟ طبعا في الفول صديقي اللي هو بتاع سمير غانم اللي هو لا حول الله يا رب. ومره بتقول لك ابعتي البيت تجيب لك البخور وفكك بجوازك مخبوط ايه عين، هتجيب لها البخور وترقيها. طبعا في بنات اليوم هتلاقيه كان بيقول لك دستور واحده مجهوله كانت بتقول فيه في يوم من عمري في يوم شفنا نابلسي في يوم من عمري كان بيقول لك ايه بقى؟ تمام؟ يا رب اياك تخلينا نجوع ونصوع. بيقولوا ربنا اياك عبد الحليم نابلسي مع عشان يبقى كوميديان كبير ويجتهد. وبرضه في نفس الفيلم مع عبد الحليم عاوز كان بيقول لك رزق اللي يبلع على المجاري تمام. هذا هو ان شاء الله تبارك وتعالى وجزاكم الله خيرا.